السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المصري في فيديو جديد. النهاردة هنتعلم طريقة حل مكعب الألوان أو الروبيك كيوب بأسهل أسرع طريقة، وحط لي خط تحت كلمة أسهل أسرع، مش الأسرع على الإطلاق. ومن غير ما نطول في شرح كتير يلا نبدأ في الخطوات، وما تنساش تصلي على النبي. احنا هنقسمهم على 7 خطوات. الخطوة الأولى أولا المكعب ليه 6 أوجه، زي ما انت شايف كده 6 أوجه. كل وجه بيتقال عليه ده لون ايه من المربع اللي في النص. يعني مثلا المربع ده برتقاني يبقى الوجه ده برتقاني، ده اخضر يبقى الوجه ده اخضر. تمام. هنبدأ بقى ناخد اي لونين عكس بعض زي عندي كده الاخضر والازرق، وهنبدأ نجيب الاربع زوايا داخلية بتوع الازرق حوالين الاخضر بطريقة سهلة زي ما انتم شايفين كده بكل بساطة. وبعد ما نجيبهم ونكون علامة زائد بالأزرق فيها نقطة خضراء، هنبدأ نشوف الزوايا الداخلية الزرقاء دي بيعكسها من الناحية التانية لون ايه، ونجيب اللون ده على الوش بتاعه. واحنا قلنا بنعرف الوش منين؟ لما تكون من النقطة اللي في النص. وبعد ما نجيب الوش بتاعه نطبقهم فوق بعض كده، وبعدين ننزلهم علشان ينزلوا تحت عند النقطة الزرقاء. زي ما انتم شايفين كده هنكرر العملية لحد ما نخلص الأربع زوايا بكل بساطة. دلوقتي اهو احنا عايزين اللون مثلا هنا الاحمر، فهناخده على الوش الاحمر ونقلبه بكل بساطه وسهوله. هيتبقى معانا الوش البرتقاني اللي هو من فوق ازرق ومن تحت برتقاني، برضو هنقلبه على الوش البرتقاني ونقلبه تحت. دي طريقه اسمها الزائد الجانبي، يعني ان انت بتعمل زائد في كل الجوانب. ودي اسهل طريقه لحل الروبيك كيوب، وهتخليك توصل لدرجه ان انت تحله في اقل من دقيقه. ودي الخطوه الاولى. ودلوقتي هنبدأ في الخطوة التانية. بعد ما في الخطوة الأولى عملنا علامة زائد بالأزرق، هنبدأ بقى إن احنا نجمع الزوايا بتوع الجانب الأزرق ده، اللي هم الزوايا الخارجيين، بطريقة برضو سهلة وبسيطة، اللي هم زي ما انت شايف الأربع زوايا دول. هنيجي مثلا هنلاقي دي عايزينها تكون في الصف اللي فوق ده، ولا فوق خالص، ولا في الصفين اللي تحت، لازم تكون في الصف اللي فوق. هنبدأ نشوف اللون المجاور ليها لنفس المكعب، مثلا هنا برتقاني، فهنجيبه على الوش البرتقاني ونعمل الخوارزمية البسيطة جدا دي. مثلا تاني احنا دلوقتي اهو نزلناه تحت، قدرنا بكل سهولة ننزله تحت. هنيجي بقى مثلا على دي اللي بيطابقها الوش الأحمر، فهنجيبه عند الوش الأحمر ونعمل نفس الخوارزمية البسيطة. دلوقتي عندك دي فيها الأصفر، هنجيبه على الوش الأصفر ونعمل نفس الخوارزمية البسيطة اللي بتتكون من 3 حركات. هنلاحظ إن الوش اكتمل أهو، وبقى عندك حرف تي من كل جانب، حرف تي مقلوب. لو انت ما طلعش معاك حرف تي مقلوب اعرف ان انت عملت حاجة غلط. وكده تبقى خلصت الخطوة التانية. ودلوقتي بعد ما خلصنا الخطوة الأولى والتانية هنبدأ في الخطوة التالتة. الخطوة التالتة زي ما انت شايف، بعد ما كملنا الوجه الأزرق وعملنا تي على كل الأوجه الجانبية، هنبدأ إن احنا نكمل أول صفين في كل الأوجه الجانبية بخوارزمية بسيطة. دلوقتي احنا لينا دعوة بالأربع جوانب الداخليين اللي هم دول زي ما انت شايف كده. أي جنب منهم فيه لون أخضر سواء من فوق أو من تحت هنستبعده، لكن ده دلوقتي مفهوش لون أخضر، فيه أبيض وبرتقاني. اللون البرتقاني اللي هو من أسفل هنطبقه على الوش البرتقاني اللي زيه، يعني مش كده كده، يبقى كده البرتقاني على البرتقاني. والابيض هيبقى عندك جنب ابيض وجنب اصفر، او جنب باللون يعني ده وجنب باللون التاني، فانت هتجيبه على الجنب العاكس. يعني ده دلوقتي ابيض، كان عندي ابيض واصفر، جبته على الاصفر وطبقت الخوارزميه البسيطه دي. وبعد ما تطبق الخوارزميه هتلاقي ان في زاويه من الزوايا الزرقاء طلعوا بره، فهتبدا تدخلها بالخوارزميه البسيطه جدا دي اللي هي زي الخوارزميه الاولى بنفس الطريقه بتاعه الخطوه الاولى. فهيبدا يتكون عندك اول صفين، وهتعمل الخوارزميه دي كذا مره لحد ما تخلص الصفوف، تقريبا من 3 ل4 مرات. دلوقتي واحده تانية هي برضو احمر واحمر، ومن فوق عندك جنب اصفر وجنب ابيض، جبناه على الجنب الابيض ما جبناهوش على الاصفر، لان احنا ما بنجيبش اللون على نفس اللون. وزي ما انت شايف بعد ما خلصنا الخوارزميه البسيطه طلع عندنا برضو الازرق اهو. طلع عندنا الازرق زي ما انت شايف، هنبدا ان احنا ندخله عادي جدا زي الخطوه الاولى بهدوء كده. هوريها لك مره تانية الخوارزميه الجديده بتاعه الخطوه الثالثه دي بكل هدوء. احنا كده عملناها مرتين، هنعملها الثالثه اهو زي ما انت شايف. دلوقتي احمر وابيض، هنجيب الابيض على الوجه الابيض، والاحمر في جنب احمر وفي جنب برتقاني هنجيبه على الجنب البرتقاني اللي هو الجنب اللي مش زي اللون، وهنبدا نطبق الخوارزميه البسيطه جدا دي. هنلاقي الازرق طلع، هنجيب الازرق ندخله بالخوارزميه اللي في الخطوه الاولى بكل بساطه كده. وبكل بساطة احنا طبقنا بس الخوارزمية 3 مرات، حرفيا مش تاخد منك ثانية. هنعملها للمرة الرابعة زي ما انت شايف دلوقتي اصفر وبرتقاني، هنجيب البرتقاني على البرتقاني، والاصفر في جنب ابيض وفي جنب اصفر هنجيبه على الجنب الابيض المعاكس ليه زي ما انت شايف كده.
عندك عدد الخطوات في الخوارزمية 1 2 3 4 5 زي ما انت شايف كده بكل بساطة. وهنسقط الأزرق اللي طلع ده بالطريقة السهلة جدا اللي هي بتاعة الخوارزمية الأولى في الخطوة الأولى. وبكده هتبقى انت كملت الوجه اللي تحت وأول صفين من الأوجه اللي في الجوانب، وكده انتهت الخطوة الثالثة. ودلوقتي هنبدأ في الخطوة الرابعة. بعد ما سوينا الجانب الأزرق كمل والصفين من كل وش جانبي كملوا، هنبدأ بقى نبص للوش العلوي ده ونبدأ نعمل علامة زائد بالأخضر. دلوقتي انت بعد ما تطبق كل الخطوات اللي فاتت هيكون عندك حالة من الثلاث حالات، يا إما عندك حرف ال بالأخضر كده زي ما انت شايف، يا إما عندك نقطة واحدة بس خضرة، يا إما عندك شريط أخضر. لو عندك حرف ال زي كده هتعمل الخوارزمية البسيطة دي بكل سهولة وهيبقى معاك الزائد الأخضر. طبعا انت ممكن ما تكونش خدت بالك فهعملها لك تاني، ده لو انت عندك ال. لكن لو انت عندك الشريط دلوقتي انا هطبقها تاني اهو نفس الخوارزمية دي، لو عملتها تاني هيبقى معايا شريط اخضر، عشان وبعدين هعملها تالت هيبقى معايا حرف ال بالاخضر. دلوقتي انت دلوقتي معاك شريط اخضر اهو، هتبدأ تعمل الخوارزمية. لو انت معاك شريط اخضر بس زي ما انت شايف كده هتبدأ تعمل الخوارزمية بكل بساطة 1 2 3 4 5 6. هي 6 حركات بس هتلاقي عندك ال بالاخضر، وزي ما احنا قلنا في الاول لو طلع عندك ال بالاخضر هتعملها مرة واحدة فهيكون معاك زائد، لكن لو شريط هتعملها مرتين بدل مرة واحدة. بكل بساطة طلع لك شريط يبقى مرتين، طلع لك ال يبقى مرة واحدة، ونادرا جدا لما بيطلع لك نقطة واحدة خضراء وكده هتعملها 3 مرات، بس ده شبه مستحيل. وكده نبقى خلصنا الخطوة الرابعة. ودلوقتي بعد ما خلصنا الخطوة الرابعة هنبدأ في الخطوة الخامسة. دلوقتي بعد ما عملنا الزائد الأخضر من فوق هنبدأ بقى إن احنا نعمل زائد على كل جنب من الجوانب. يعني دلوقتي الزائد ناقص ضلع في الجنب ده عشان يبقى زائد، والزائد برضو ناقص ضلع في الجنب ده عشان يبقى زائد اللي هو الضلع اللي فوق، وهنا ناقص ضلع وهنا كمان ناقص ضلع. هنخلي بقى كلهم يبقوا زائد مظبوطين ازاي؟ زي ما انت شايف كده لو قلبناهم كده ممكن يظبط معانا جنب او جنبين. دلوقتي ظبط معانا جنبين، الجنبين دول كانوا اللي قدام بعض مش جنب بعض، يعني اللي في اليمين واللي في الشمال، مش مثلا اللي في اليمين واللي قدامه فكده يبقوا جنب بعض، لا هو طلع عندنا قدام بعض زي ما انت شايف كده. فانت هتمسكه يبقى ناحية صح على يمينك وناحية صح على شمالك، وتبدأ تطبق الخوارزمية دي بكل بساطة. 1 2 3 4 5 6 7. بكل بساطة هنبدأ بقى ايه نحاول نطبق الأوجه ونخلي الزائد كده مظبوط، مثلا زي ما انت شايف قدامك كده اهو، كده لا برضو كده بقى مظبوط اهو. هنبدأ بقى نشوف الجوانب، لا ده لا وده لا وده لا. طبعا انت اتخضيت وفكرنا هنعمل الخطوة دي 4 مرات، لكن لا ما تقلقش، احنا دلوقتي مثلا طبقنا ده وطلع وجهين جنب بعض هم مظبوطين، يبقى كده ده تطابق صحيح، ووجهين اللي جنب بعض التانيين مش مظبوطين. فانت هتمسك الجنبين اللي جنب بعض دول يبقى واحد مظبوط على يمينك وواحد مظبوط على اللي قدامك، وتعمل نفس الخوارزمية بكل بساطة، نفس السبع خطوات بكل بساطة جدا او 6 خطوات كمان، وهيبقى عندك زائد من كل الجوانب بكل سهولة كده. وممكن اصلا في اول مره قبل ما انت كده عملت الخوارزميه مرتين، ممكن يجي لك ان انت تعمل خوارزميه مره واحده لو كان الوجهين المتطابقين اللي هو جنب بعض مش قدام بعض، ودي اصلا اللي بتحصل غالبيا، يعني اللي حصل ده حاله شاذه، يعني انت غالبا هتضطر تعملها مره واحده بس، وكده تكون خلصت الخطوه ودلوقتي بعد ما عملنا الزائد الاخضر في الخطوه الخامسه دلوقتي هنبدا الخطوه السادسه. دلوقتي هنلاحظ ان يعتبر كل الروبيك كيوب اتحل ما عدا 4 زوايا الفوقانيين دول. هنتعلم في الخطوة الستة الخوارزمية اللي هتخلينا نظبطهم علشان في الخطوة السابعة والأخيرة نقدر نحلهم. بص دلوقتي معايا ايه، احنا عندنا 4 زوايا، بيبقى في زاوية مظبوطة بس شكلها مختلف وزاوية غلط وشكلها غلط. دي مثلا دلوقتي فيها أبيض واحمر واخضر، والزوايا اللي هي موجوده حواليها الابيض والاخضر والاحمر، فدي زاويه صحيحه. اما دي اخضر واصفر وبرتقاني، هنا في برتقاني بدل الاحمر فدي زاويه خاطئه، وهنا في برضو ابيض بدل الاصفر فدي برضو زاويه خاطئه، وهنا برضو في احمر بدل البرتقاني فدي زاويه خاطئه. هنرجع بقى للزاويه السليمه الوحيده ونبدا نطبق الخوارزميه دي 1 2 3 4 5 6 7 8.
وبكل بساطة خوارزمية بسيطة جدا في 8 حركات. هنلاحظ ان ده بقى صحيح، وده لسه خاطئ، وده لسه خاطئ، وده لسه خاطئ. فهنطبق الخوارزمية مرة تانية برضو بكل بساطة سهلة جدا، زي ما انتم شايفين: 1 2 3 4 5 6 7 8. وبكده هنلاحظ ان تقريبا الاربع زوايا خلاص بقوا صحاح، وفي زاويتين كمان اتحطوا في مكانهم الصحيح، وزاويتين صحاح بس في مكانهم الخاطئ. دلوقتي احنا عملنا الخوارزمية دي مرتين بس، في 90% من الأحوال هتعملها مرة واحدة بس وهتظبط معاك. كده خلصنا الخطوة السادسة. ودلوقتي بعد ما خلصنا الخطوة السادسة هندخل في الخطوة السابعة والأخيرة. احنا دلوقتي زي ما قلنا في الأربع أجزاء اللي فاضلين كلهم صح، واتنين منهم في الأماكن الغلط. زي ما انت شايف كده ده محتاج يتقلب. هو طبعا ايه، في المكان الغلط لكن هو صح، وده برضو في المكان الغلط لكن هو صح. فهنتعلم خوارزمية، اما ده الاتنين اللي قدام بعض التانيين دول صح. هنتعلم بقى الخوارزمية اللي هتخليهم كلهم صح، بان احنا نطلع الاخضر او مثلا الراس اللي فوق دي نخليها تكمل بالخوارزمية البسيطة دي زي ما انتم شايفين كده بكل سهولة. كده احنا عملنا الخوارزمية بس ما ظبطتش معانا، هي لازم تتعمل مرتين على الاقل. كده عملناها مرتين ظبطت معانا والاخضر طلع فوق. حتى لو انت اللون اللي فوق عندك اصفر مثلا هتهتم بان انت تكمل اللون الاصفر بالخوارزميه دي. دلوقتي من غير ما نروح للجنب التاني البايظ هنجيب الجنب التاني اللي عندنا ونبدا نطبق الخوارزميه بهدوء. كده عملناها مره ما جاتش، عملناها مرتين ما جاتش، عملناها 3 مرات جت، وكده الف مبروك المكعب اتحل معاك باسهل طريقه في اقل من 5 دقايق. وكمان انت اما تتدرب عليها هتقدر توصل لاقل من دقيقه. وما تنساش بقى الاشتراك في القناه لتعلم مهارات ممتازه، وتعمل لايك وتدعم المحتوى المفيد وتشترك، لان بجد فعلا دي قناه هتفيدك جدا، مش في مهارات الروبيك كيوب بس او الحاجات اللي هي المعقده دي، لا هنلاقي كمان مهارات تفيدنا في حياتنا بشكل مختلف وباشكال مختلفه. والسلام عليكم.